نجوى جليسة واجتماعية من الدرجة الأولى، ومتسامحة وغفورة، وتتعالى على الأحقاد، والله سبحانه وتعالى وهبها صوت قوي وجميل وحلو وحضور على المسرح. قلتنا الروحية نجوى كرم، الفنانة المحافظة اللبقة الذكية الحبوبة المطربة اللي بنبسط بصوتها وبحب صوتها، وهي بنتي كمان بالأغنية، مش بس بنتي الروحية، بنتي بالأغنية. الله يخليها لأهلها ويخليها لأهلها. عشان انا بحب نجوى كرم وبحب لبنان الجميل الحبيب ده، اجي عندك واغني لبناني. بتغني لبناني معنا؟ طبعا. سامع ست نجوى بيجي وبيغني معك لبناني. نجوى اخت وصديقه وحبيبه، وبشوف حالي فيها قدام كل العالم وعين من عيون. اكتشفت انه انا بأثر على 300 مليون واحد بالعالم العربي، ما حدا بأثر علي الا نجوى كرم. روح قلبي نجوى كرم، ما فيش فنانة بتخش قلبي قد نجوى كرم، بصدقها، بجمالها، من بجمال روحها، بعطائها للفن ولبلدها، بكل حاجة فيها. يعني فنانة أحبها. بتحبيها كمطربة ولا كإنسانة وكفنانة؟ محترمة في حالها، بتحب فنها، بتجدد نفسها، عندها انتماء رائع للبنان والوطن العربي ككل. نجوى كرم ما فيش اثنين نجوى كرم. شمس الغنية وقمر الغنية وحبيبة قلبي وحبيبة وجداني نجوى كرم. نجوى كرم مدرسة غنائية قائمة بحالها، هي رمز مهم من رموز لبنان، لأنها بتغني الأغنية اللبنانية بكل احترافية وبكل جمال، وهي كمان على المستوى الإنساني شخص يفتخر فيه أي حد. يعني نجوى كرم أجمل من غنى اللون البلدي، بس ماشي، بس هي أجمل من غنى اللون البلدي وبتضل. أولا ما شاء الله صوتها، يعني أنا أعشق هذه الإنسانة برقيها. تتعامل مع الصغير بمستوى عمره، تتعامل مع الكبير باحترام.